السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما ينفعش نطلق اسم غاوي إلا على مربي حمام يا جماعة. الحمام هو أصل الغواية وهو أصل الشغلانة، وده بحر كبير أوي أوي أوي. فأنت لو حابب تتعلم تربية الحمام، أنا بتكلم هنا كمان عن البلدي خصوصا، فأنت متهيألي إن أنت جيت في المكان الصحيح. فيا ريت تفضل متابعني لاخر الفيديو، عشان في بعض التريكات كده انا عارفها، ومنهم التغذيه. في عنصر بيتحط في التغذيه، حاجه بتفرق جامد جدا مع الغاوي ومع الحمام وفي الانتاج. ففضلا وليس امرا الاشتراك واللايك والشير، وصلوا على حبيبكم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اول حاجه للحمام يا اخواتي هو المكان. لازم المكان بالنسبة له يكون مكان مناسب جدا، ويكون فيه تهوية كويسة جدا، أمان طبعا عشان خاطر الحاجات اللي هي القوارض والحاجات اللي هي ممكن تكون خطر عليه. وطبعا لازم يكون في مكان اللي هم عشة الزوجية بتاعتهم زي ما بيسموها، العشة الزوجية اللي هي حاجة بسيطة خالص، يعني ما عندهمش تكليف ولا حاجة. ادي القفص، ادي طاجن البيض، وادي اللي هي ايه السقايه هي، وشويه الاكل الجمال، وخلاص. ما عندهمش تكلف، هم بسطاء جدا حتى في جوازهم. طيب نعرف ازاي ان هم القص جاهز للتزاوج؟ بنلاقي الذكر، وعلى العموم الذكر ولا في الارض ده، وهي النتايه اللي واقفه فوق. بنلاقي الذكر ده بيعمل اصوات ويلف حوالين الانثى كده، وفي نفس الوقت بيعمل حركه بديله كأنه بيكنس بيها الأرض من وراه كده. وطبعا بيعمل حركة تحت ورا جناحه كأنه هو عايز يقبلها، يعني يقبل ايه الأنثى. وبعد كده بيعمل حاجات بقى اللي هي بلس 18 حاجات مش ينفع نقولها ايه، لأن عشان الرقابة يعني. ايه طائر، هو طائر ما شاء الله جميل، طائر لذيذ. انتاجه للي بياخد باله ان هو التغذية والرعاية ما شاء الله هياخد منه خرج ورا خرج، خرج ورا خرج، وهيلاقوا ما شاء الله حاجة محترمة جدا. عايز اقول لكم عن اساس التغذية ليه. هو طبعا هقول لكم انا بستخدم كلفة بحط ايه بالظبط عشان ما اطولش عليكم في الفيديو. بحط طبعا هتلاقوا ان شعير وقمح وذرة وفول اللي هو الصغنن ده، شوية عدس صغيرين جدا وهنا هيبقى العنصر اللي هو المهم جدا اللي انا قلت لكم عليه في بدايه الفيديو، او هو الكركديه الناشف. بحط شويه كركديه ناشف في قلب الكلفه. عايز اقول لكم اهميته خطيره جدا، لانه مطهر معوي محترم جدا جدا. غير ان هو مطهر معوي، هو فيتامين سي يعني مركز زي ما بيسموه. طبعا لما تحطه للزغاليل الصغيره وهم يوكلوه بيطلع لك جوز دبابات ملهمش حل، وحاجه محترمه جدا جدا جدا. اهم حاجه ان انت في الحمام النظافه، النظافه ثم النظافه. افضل اقول لك النظافه لحد الفيديو ما يخلص، لان هو اللي بيجيب له الكافيه زي ما بيسموه كده ويمرضهم هي قله النظافه. حشرات وفاش وحاجات كده تدمر لك الدنيا، فاحنا كده نخسر ما نكسبش، وده ضد سياسه القناه. فانت هتنضف لهم كل يومين ثلاثه كده مره، يا عم في الاسبوع مره. اهم حاجه انك الميه لازم تغيرها يوميا. الاكل ما تسيبلهمش الاكل اللي هو على قد الاكل بتاعهم فقط لا غير، لان الحمام مش مستحب انه يفضل الاكل قدامه طول اليوم. لازم يبقى موجود معاه شويه، خلاص كل شكرا على كده، هي مره واحده مرتين لما يبقى معاه زغاليل وبس على كده. ده بالنسبه للمكان انه يكون مناسب. زي ما قلت لكم الاكل اللي قلت لكم العنصر المهم جدا. لازم تخلي الحمام عندك عزيز، مش اخليش اي حد يطلع له، ما تخليش اي حد يطلع له ولا اي حد يشوفه ويعمل ويمسك فيه، لانه لو عملت كده الحمام عزيز على نفسه ومش بيحب كده. هتلاقيه قطع بيض، هتلاقيه مثلا يعني مش مستحب. حاجات كتير بتاعت ايه ان انت تحاول تخلي حد يطلع عليه. العين يا جماعه من الاخر انتوا فاهمين،
وربنا يكفينا ويكفيكم شر العين، وربنا يسترها علينا وعليكم ان شاء الله رب العالمين. احنا كده وصلنا ان مكان التربيه الصح والتزاوج تعرف ازاي ان هو يبقى عايز تزاوج وكده. وقلنا على الزغاليل طبعا، لان الزغاليل هي المكسب الحقيقي، هو ده المشروع عموما اللي هيكسبنا واللي هيربحنا ويخلينا ما شاء الله نرزق منه. طيب اقول لكم شويه اسرار كده برضو معلميني، اللي معلمهم لي يعني حد من اللي هم الغواه القدام، عشان خاطر اشتري حمامي زي ما بيقولوا واحاول ان انا احافظ عليه. قال لي ان لازم كل 3 شهور انضف له العشه بالكامل بمطهر رش كده عشان الحشرات والفاش والحاجات دي اعزكم الله. لازم قال لي نقطتين خل تفاح في الميه مرتين، حوالي مرتين اسبوعيا. ده بتخلي حمامك حاجه محترمه. الله اكبر تبارك الرحمن. ف يعني اهم حاجه الطائر لما يكون تعبان بالنسبه لك دول، يعني الحمام، يعني لما تلاقي اي طائر تعبان فيهم في وسط الغيه لازم مباشره تتحرك بان انت تعزله. العدوى بينهم مش لطيفه، العدوى بينهم بتبقى جامده جدا. انا لو عليا انا عايز اربي القص يعني جوز في كل عش قص، ما عنديش مشكله. دايما احب ان انا احافظ على حاجتي جدا جدا جدا، عشان اهم حاجه من طرق الوقايه، عشان ما اجيش بعد كده يعني ادمر نفسي. وانتوا لو حابين اعمل لكم برضو حاجه عن الوقايه والطرق الوقايه قولوا لي، وانا اعمل لكم حلقه كامله متكامله عن الموضوع ده يعني. فلازم صلى الله عليه وسلم. احنا وقفنا عند المهم يعني يا جماعه، عشان الكلام ما يخلصش عن الحمام عموما يعني. في الاخر الكلام ما بيخلصش عموما الحمام، وخصوصا الحمام البلدي يعني. هو حاجه محترمه ما شاء الله. لو اهتميت بيه في البدايه هتتفاجئ بالانتاج، هتتفاجئ بانتاجهم والمكسب منهم. حاجه هتلاقيها حاجه محترمه جدا. فانا شايف ان انا لو قعدت اتكلم هاخد معاكم وقت كبير. انتوا لو محتاجين فيديو اوصف لكم حاجات كتير عشان الكلام ما يخلصش عن الحمام قولوا لي في الكومنتات انكم محتاجين جزء تاني عن الحمام. انا ممكن اعمل يعني، انا ما قلتلكوش تعرف الذكر من النتايه ازاي، ما قلتلكوش على حاجات كتير قوي. عموما لو انتوا حابين اكمل في السلسله قولوا لي وانا تحت امركم في اي حاجه. فضلا وليس امرا الاشتراك في القناه واللايك والشير، وصلوا على حبيبكم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يومكم كله رزق ويومكم كله خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.